مساء الخير وبكل لهجات العرب، أهلا بيكم في حلقة جديدة مميزة جدا كالعادة من طريقي مع ضيف أكثر تميز في مجاله. ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو أردني المنشأ، مصري الهوى، سويدي الجنسية. قصة جديدة من قصص النجاح ولكن مختلفة شوية. النجاح اللي هو محتاج إصرار وعزيمة ومثابرة وصبر وإرادة ورغبة في إنك عايز تنجح هتنجح. بيقولوا إن النجاح الحقيقي عنوانه مش محتاج لأقدام بقدر ما هو محتاج لإقدام، اللي هي المجازفة والمثابرة والرغبة الحقيقية في إنك أنت عايز تنجح هتنجح. تخيلوا حضراتكم شاب من المملكة العربية الأردنية عمره في العشرينات وفكر يدخل معترك الحياة. أول ما فكر يسافر سافر أوروبا، ما يعرفش حد ومحدش يعرفه، بس جواه رغبة كده إن هو ينجح وإن هو يتميز في حاجة. طبعا دي قصة بكواليسها بحكاياتها من بلد عربي ليه انتمائه والضيعة بتاعته أو بلده أو الحارة بتاعته زي ما بنقول كده عندنا في مصر، وأهله وناسه، وفجأة يروح لمجتمع غريب في اللهجة واللغة والديانة والأسلوب والعادات والتقاليد. دي قصة تانية. من الناس اللي هي بتحب رد الجميل أو بتعترف برد الجميل. فكرة العطاء عنده موجودة ودايما ارتبط اسمه باسم المبادرات. في واحد من الحكماء لما سألوه من هو أسعد الناس؟ قال من أسعد الناس، اللي هو بيحاول يشوف الفرحة في عيون الناس ويرد جزء من الجميل. طبعا مصر بينه وما بينها حالة عشق خاصة. أنا قلت مصري الهوى هو حابب المصريين، وعلى قدر هذا الحب والاحترام، الاحترام والحب المتبادل، عمل مبادرة جميلة جدا في الأردن وفعلها في مصر موجودة. جه علشان خلفيته الثقافية والدعوية واللي هي موجودة والناس عارفاها قبل كده، والثقة اللي زرعها بنفسه طبعا باجتهاد وشغل وعمل. الناس استقبلت المبادرة بحب وأريحية وبدأت تتفاعل معاه. هنعرف قصة المبادرة دي مع ضيفنا القيمة والقامة اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو الأردني دكتور طارق أبو خلف، وعضو الديمقراطيين السويديين، مشرفنا النهاردة في طريق. شرفتنا يا دكتور، وشرف واضافه وجودك معنا. الله يبارك فيك، الله يعزك يا رب، الله يكرمك، الله يفتح علينا وعليك يا رب، الله يكرمك. انا كلمت قلت كده انت اردني المنشأ. نعم. من البلد اللي كلها احترام وادب وناس فيها الاصل بلا مجامله وبلا، طبعا شهادتنا طبعا هتكون في اهالينا في الاردن مجروحه. قلت مصري الهوى وليك كل الحب والاحترام من المصريين، وكررها تاني شرف وجودك معانا في طريقي. هرجع بقى للمملكة العربية الأردنية والنشأة والبداية، حابب تقول إيه بقى؟ أول شغلة أنا بهدي احترامي وتقديري للإخوة المصريين اللي هم إخواننا وأشقائنا. وذا يعني أنت تفضلت بكلمات رائعة ورنانة ولها يعني شيء ما قدرت إلا أنا أقف وأرجع خطوة إلى الخلف وأرفع القبة على هذه الكلمات الطيبة. طبعا أنت يعني ما شاء الله عنك أثنيت بالنجاح، فأنا إذا بعتبر نفسي إني نجحت هو إني استطعت إن أنا أوصل لقلوب المصريين.